خص يتحاسبوا هذوك الناس اللي في الحكومه اللي خصهم يتحاسبوا ويتحملوا المسؤوليه ديالهم. ولكن الى درجه اننا نخرجوا بالليل، وشكون كيخرج بالليل راكم كتعرفوا، اللي خرج بالليل راه معروف. ولكن باش تخرب اصاحبي حشومه كاع، ما دام هاد الناس دابا اللي مشاو لهم الوثائق ديالهم هنا راه مواطنين حتى حنا، راه كاين المراه اللي ما عندها حتى باش تقاد لاكار، خلي باش يجيو يعاودوا الوراق ديالهم عاوتاني من جديد ويقلبوا. الشيء راه من العيب والعار. وعاش الملك والسلام عليكم ورحمه الله. هو في الحقيقه بلا ما نحاولوا نضخموا هذا الشيء اللي وقع، هذا الشيء لا شيء، لان كما كنعرفوا في اوروبا العالم كامل كاينين معقد اوروبا الديمقراطيه، فرنسا الديمقراطيه، كيوقع اكثر من هذا الشيء فهمتي، مع ان كل شيء متوفر لهم. لذا الله يجزيكم بخير، بلا ما نحاولوا نصطادوا في الماء العكر كما كيقولوا، هذا الشيء عادي جدا، يعني بلا ما نبقى نزايدوا على بعضياتنا. كما الزكان كتشوفها اليوم عادت الامور عادي جدا، الناس مشات المشاغل ديالها المسائل ديالها، والامور الحياه مشات خذات مسار ديالها الطبيعي فهمتي. اذا كان شي واحد صراحه هذا الشيء كيبقى فيك الحال ملي كتشوف هذا الشيء اللي تحرق، ولكن شكون اللي حرقوا؟ ما كنلوموش الشباب ابدا، معاذ الله. اللي خصو شكون اللي مسؤول على هذا الشيء هو اخنوش، هو وهبي، هو وهبي، هو بالكيران، هو الناس كل شيء ديال الحكومه، سواء هما السياسيين ديال البلاد كل شيء، هما السياسيين ديال البلاد كلهم يا فهمتي، من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، ما كاينش على من تسلم. حنا قلناها وعاود كنقولها، السياسيين ديال البلاد فاسدين. بدل ما النيابه العامه انها تعتقل، النيابه العامه تعتقل الشباب، خاصها تعتقل اخنوش، تعتقلهم هما، تجيب هاد المسؤولين تجيبهم هما وسائلهم يا فهمتي. تجيب النيابه العامه خاصها تحضر الناس ديال الحكومه كلهم، تحضرهم من هنايا، تحضرهم هما المسؤولين. اذا كان شي واحد خصو يتسائل وخصو يتهم، هما اللي خصو يتسائلوا، هما اللي خصو يتهموا، هما اللي خصو يخلصوا هذا الشيء اللي دار اللي ضاع. قال لي واحد السي ضاع هما اخنوش والناس اللي معاه. هذه نتيجه للشيء اللي وقع دروك كله. شنو هو؟ لان تصوروا معايا شحال هذه باش بدا الاحتقان، تقريبا شي شهر هذه. فين كانوا هاد السياسيين؟ علاش ما خرج والو واحد فيهم ويطمئن الناس ويقول لهم ودي احنا؟ ابدا ما خرج حتى شي واحد، اش كانوا داروا كيختبروا الصبر ديال المغاربه، كيلعبوا على الصبر، مساله الوقت. ما كيقولوا لك زعما هادو راه الناس صافي درناهم في كرشنا، رقدناهم في التبن، هذه لا ابدا ما خصوش يبقى الامور بحال هكا. حنايا باش كاين شي، والحمد لله هذه الاحداث اش بينت حقيقه على الحقيقه ما هي فهمتي، بل كل واحد على حقيقته. هذا الشيء كل شيء اللي كتشوفوه الان نتيجه اش؟ نتيجه السياسه الكلبانيه اللي كتنهجها الحكومه معنا. ملي كنقولوا لا تسمع، ملي كنقولوا السياسه الكلبانيه، السياسه الكلبانيه، ملي كنقولوا السياسه الكلبانيه، واش عباد الله حكومه خرجت الكلاب وديال المشاش ومصات البشر؟ لا يعقل صاحبي، لا يعقل. قانون وبنات يوم اللوكال ب 3 المليار بناها الخطوط، والناس عندها هنا ولاد الشعب، ولاد المغاربه كينعسوا في السناخي، كينعسوا بدون ما ولي صابغي، ما تفتاتش اليوم. سبحان الله، وعيبه صاحبي ما كايناش في اي بلاد على وجه الكره الارضيه انك تخرج قانون في عز الازمه، والناس عندك في الجبال كينعسوا تحت البياض، وتخرج تبني اللوكال الكلاب ب 3 المليار، وتخرج قانون ليهم خاص بالكلاب، ونسيتي الناس ديالنا. اذا هذا الشيء كله كما نعاود نقولوها نتيجه السياسه الكلبانيه. اذا الله يرحم لكم، وكذلك هذه الاحداث كشفت شحال من المظاهرات راه فتنه. الفتنه هي الظلم، الفتنه هي القهره، الفتنه هي التجويع، هذه هي الفتنه. لا فين كنتم نتوما؟ تحياتي للاحرار والشرفاء والمناضلين فيما كانوا، كنحييكم. وباش تعرفوا ان اخنوش اكبر كذاب، وبن كيران اكبر خائن، وبالشكر اكبر سمسار، ونزار البركه اكبر خبيث. تعسا لهم جميعا.